ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده البدنجان المخلل زي ما انتم ما شايفين. انا جبت البدنجان وشلت منه الحته اللي بتبقى فوق ديت، وغسلته وحطيته في ميه سخنه على النار. تمام وسبته لغايه لما يستوي. هنا فصين 3 توم. تمام. ودي كانت هريسه الشطه اللي انا كنت عاملاها، وده كمون وملح. تمام. احنا بنحط قد ايه كمون؟ ممكن حوالي معلقتين كبار، وحوالي معلقتين كبار كمون برضه. تمام. دولت احنا بنعملهم لكيلو ونص بتنجان. تمام. او زي ما انتم ما شايفين كده، انا زودت نقطة مية عشان الهريسة تبقى تفك معايا شوية كده وتنضرب في الكبة زي ما انتم ما شايفين. تمام. هنا البدنجان اهوت. كنت بصوا، هو المفروض ان انا كنت بحط عليه اصلا حاجة تقيلة شوية، ده شكله لما يستوي. بحط عليه حاجة تقيلة شوية وبقفل الغطا، الحتة دي ما بنتش. تمام. وبجيب زي ما انتم ما شايفين كده البتنجانة، وبعد ما يستوي بروح مطلعاه وقطعاه كده، وبحطه بقى بحطه في العلبة. تمام. وابتدي بقى احط عليه التتبيلة. هو طريقته سهلة جدا وما هيش صعبة يا جماعة. اهوت بنزل بقى عليه بالتتبيلة. واهم حاجة برضو تحطيها عليه التوم، وبيحتاج توم. توم والليمون طبعا، يعني هو بيبقى تحفة وخطير. جربوه بالطريقة ديت وهيعجبكم. ولو وصلتوا لحد هنا، هستنى منكم تعملوا فولو وتعملوا اشتراك في القناة، تعملوا لايك للفيديو، وهستنى ان شاء الله تجاربكم، وهستنى منكم تدعوا لي دعوة ان ربنا يفك كربي ويرد لي جوزي بالسلامة. بس اهوت انا هكمل كله. انا برضو موضحه الطريقه هنا، هو طريقته مش صعبه. تمام. وبصوا يا جماعه، هو بيحب الليمون، كتروا فيه ليمون على قد ما تقدروا. انا برضو يعني عامله لكم الفيديو مطوله في طريقه العمل عشان تشوفوا هو بيتعمل ازاي. بحب ارصه يا جماعه، رصوه كده عشان ما بين كل طبقه وطبقه تعصروا ليمونتين 3 كده. بصوا الطبق في الاخر شكله جامد يا جماعه. برضو بعد ما خلصت رحت عصره الليمونتين على الوش كده، بينقلوه في حته تانية، بيبقى له طعم جميل. هستنى تجاربكم ان شاء الله تنزلوها، وهستنى رايكم فيه. بس ودي كانت النهارده، ده كان فيديو بتاعنا النهارده. فيديو بسيط وسهل وحاجه سهله كده، حاجه بتبقى جنب الاكل كده، برضو بتحلي الاكل. الصراحه الاكل من غير مخلل ما بيبقاش حلو، لازم ده يبقى عندكم مع طعميه، بيبقى خطير. هستنى رايكم.